في السنوات الأخيرة التضخم ما كانش في الأسعار بس، كان كمان في الكتب، الاستراتيجيات، وأنظمة التداول. مئات الطرق وآلاف المؤشرات وكل واحدة فيهم بتوعدك بالربح السهل. لو المشكلة في الاستراتيجية، ليه 90% من المتداولين بيخسروا حتى بعد ما اتعلموا أفضل الاستراتيجيات؟ الحقيقة اللي هتلاقي قليلين جدا بيتكلموا عنها. المشكلة مش في السوق ولا في الاستراتيجية بتاعتك، المشكلة في طريقة تفكيرك. كان من أوائل الناس اللي فهمت الموضوع ده بعمق هو مارك دوبلس، مش كمتداول بس لكن كباحث في سيكولوجية التداول. وفي كتابه المتداول المنضبط بيتكلم عن أول خطوة حقيقية في طريقه للاحتراف، وهي الانضباط الذهني. وفي كتاب التداول في المنطقة دخل لمرحلة أعمق بكتير، وهي إزاي توصل لمرحلة ذهنية تخليك تتعامل مع السوق بمنطق الاحتمالات من غير خوف أو طمع، ومن غير ما تربط قيمتك الشخصية بنتيجة أي صفقة. في الكورس ده مش هعلمك ازاي تدخل صفقات، هعلمك ازاي تتقبل الخسارة من غير ما تهتز نفسيا، وازاي تفكر بالاحتمالات مش بالتوقعات، وازاي تفصل نفسك عن نتائج صفقاتك، ازاي تنفذ خطتك حتى في وجود عدم يقين، او بمعنى اصح ازاي تفكر كمتداول محترف. لان الحقيقة ببساطة اي حد ممكن يتعلم استراتيجية، لكن قليلين جدا اللي يقدروا يبنوا عقلية متداول ملتزم. هندخل مع بعض بعمق في مفهوم وهم اليقين الزائف، وهم التوقع والسيطرة، تأثير تجاربك السابقة على قراراتك المالية، وإزاي تنتقل من عقلية رد الفعل إلى عقلية التنفيذ بثبات. لأن في النهاية السوق مش بيختبر ذكائك، بيختبر استقرارك. ولو عرفت تتحكم بطريقة تفكيرك ساعتها بس هتشوف السوق بشكل مختلف. ومن هنا هنبدأ نشتغل على الأساس الحقيقي لأي نجاح في التداول، وهو طريقة تفكيرك اللي جاي مش عن السوق لكن هيكون عنك انت، عن استقرارك، عن انضباطك، عن قدرتك في تنفيذ خطتك بثبات. ولو وصلت معايا لهنا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.